ليه العريس اللقطة ما بقاش عايز يتجوز؟ دلوقتي بقينا بنشوف رجالة مقتدرة وناجحة ومع كده قافلين باب الجواز تماما. الموضوع مش بخل ولا خوف من المسؤولية، الموضوع ببساطة إن الحسبة مش جايبة همها، ودي الأسباب. المقابل ملوش قيمة. زمان الراجل كان بيقدم أمان وماديات مقابل ست فاهمة دورها الفطري، أم بجد، ست بيت مش عنيدة، ما عندهاش خناقات أنا مش ملزمة ولا أفكار النسوية اللي بتبوظ البيوت. دلوقتي عشان تلاقي واحدة مش متاحة للكل على السوشيال ميديا أو ما عندهاش ماضي وتقلبات فكرية، بقت عملية تدوير في إبرة وسط كوم قش. سقف الطموحات المضروب. الجواز ما بقاش قايم على المودة، بقى قايم على أنا مش أقل من فلانة. البنت بقت عايزة تشوف طموحاتها اللي بتشوفها في انستجرام وعايزة تنافس صاحباتها في الشبكة والفرح والفسح. الراجل مطلوب منه يدفع أرقام خرافية بس عشان يرضي إيجو البنت وأصحابها. فخ الاستحقاقية المزيفة. السوشيال ميديا عملت حالة غريبة، أي بنت عادية بقى يجيلها مئات الرسائل من سنبات بيحسسوها إنها ملكة جمال، وأصحابها البنات بينافقوها في الكومنتات. ده خلق عندها شعور بالاستحقاقية العالية جدا وهي ما عندهاش مواصفات حقيقية تقدمها، فبقت شايفة إنها تستاهل برنس وهي في الواقع إمكانياتها متواضعة. كتر المعروض رخص القيمة. زي ما السوشيال ميديا بوظت الستات أثرت على الرجالة. الراجل بقى قدامه آلاف الصور والبنات، فلاتر وميك اب وعمليات، فما بقاش في بنت مبهرة أو مميزة لدرجة إنه يضحي بحريته وفلوسه عشانها. بقى شايف إن البدايل كتير، فما بقاش في لهفة على القفص الذهبي. الرعب من النهايات. الأرقام ما بتكدبش، حالات الطلاق عدت 50% وأغلبها خلع أو بطلب من الست. الراجل المقتدر بيحسبها، ممكن أخسر شقتي وعيالي وتحويشة عمري. المخاطرة بقت أعلى بكتير من المكسب. الخلاصة، الجواز في نظر الرجالة التقيلة ما بقاش سكن، بقى وجع دماغ ومصاريف ومخاطرة وقضايا. زي ما بيقولوا بالبلدي كده، المجهود اللي هتبذله عشان تعصر الليمونة ما يستاهلش النقطتين العصير اللي هيطلعوا منها. طبعا لسه في بنات أصول وستات عاقلة، بس دول بقى عملة نادرة وسط واقع مشوه.